في قصة نجاحنا النهاردة هنقابل شاب صغير. انا حاسس ان ده الطريق اللي انا بحبه، حاسس ان ده الطريق اللي انا هلاقي نفسي فيه. قبل ما تتعرف على الناس دي يا مدثر، أنا عايزة أعرف البداية خالص كانت فين؟ ما بعملش اي حاجه غير ان انا قاعد 24 ساعه قدام. يعني كنت بتحاول تعزل نفسك عن العالم كله. كل كلامي اللي بتكلمه محدش فاهمني. في الفترة دي ما فكرتش إنك تكلم حد أو تسأل حد يكون قريب منك، يديك نصيحة، يساعدك، يحاول إن هو يديك زقة شوية لقدام؟ حاولت وعملت كده وعملت كتير بس أنا شايفة إن في ناس بتكمل لحد ال30. دي حقيقه. طب مدثر، احكي لي، هل كل اصحابك في نفس سنك بيفكروا بنفس الطريقه دي؟ انا اصلا كل اصحابي مش في نفس سني. لكل قصه نجاح بدايه ما كانتش سهله، فيها حكاوي كتير وازمات، وفيها حكاوي مش مستاهله. في قصه نجاحنا النهارده هنقابل شاب صغير لسه في بدايه الطريق، بيعزف جيتار. دوسي او مدثر، عرفنا بنفسك. انا طالب ثانويه عامه واخترت طريق المزيكا، اللي انا حاسس ان ده الطريق اللي انا بحبه، حاسس ان ده الطريق اللي انا هلاقي نفسي فيه. بحب ما تعمل كي تعمل ما تحب. كي تعمل ما تحب. ايه اللي دخل المزيكا في دماغك؟ ان انا اتعرفت على ناس هم اللي دخلوا لي المزيكا في دماغي ولقيت نفسي فيها اكتر. قبل ما تتعرف على الناس دي يا مدثر، أنا عايزة أعرف البداية خالص كانت فين؟ ده خالص كانت في اوضه اللي هي اوضتي قدام شاشه، ما بعملش اي حاجه غير ان انا قاعد 24 ساعه قدام. شاشة إيه؟ موبايل؟ شاشه موبايل او شاشه بلاي ستيشن ايا يكن. منها الشاشه في عالم السوشيال ميديا. يعني كنت بتحاول تعزل نفسك عن العالم كله. كنت بحاول اعمل كده بطريقه السوشيال ميديا، بس اكتشفت ان هي ليه؟ مش هي دي الحاجه اللي انا هلاقي نفسي فيها. طب وإيه اللي وصلك لده؟ بس انا مش لاقي حد ان انا اتكلم معاه، او حاسس ان انا كل كلامي اللي بتكلمه محدش فاهمني. أسرتك مثلا ما كانش في حد قريب منك؟ كان والدي قريب مني، بس برضه كنت حاسس ان انا مش عارف اطلع مشاعري كلها ناحيته، مش عارف يعني كنت أكلمه. حاسس إن والدك بيفهمك؟ مش اول فتره ديت. الفتره ديت كنت حاسس ان مفيش حد في الدنيا فاهمني. حاولت ان انا اهرب في السوشيال ميديا، ان انا اتكلم مع ناس في السوشيال ميديا، اتعرف على بلاد اخرى، اتعرف على ناس كتيره، وبرضه في نفس الوقت ما لقيتش ان ده المكان اللي انا مستريح فيه وانا بتكلم. يعني أنت كنت حاسس إن في جاب جواك السوشيال ميديا ما قدرتش إنها تقفله؟ بالظبط. كانت السوشيال ميديا بس هي الحاجة الوحيدة اللي بتهرب ليها، ولا كان في حاجات تانية؟ هي معظمها الفتره دي كانت السوشيال ميديا بس، ان انا كان يومي كله داير على ان انا بصحى بفتح الموبايل انام وبس. يعني ما كانش في حاجة تانية؟ أصحاب مثلا حاولوا يوروك حاجات تانية هي دي المهرب ليك، أو هي دي الحاجة اللي ممكن تعمل لك ساتسفاكشن وتخليك مبسوط وتخرج من المود ده ولو مؤقتا؟ هي الاصحاب جت بس بطريقه يعني غريبه شويتين، جت من السوشيال ميديا. بس اكتشفت ان انا في واحد كان ساكن جنبي، ما كنتش عارف ان هو ساكن جنبي، بقالي مثلا اعرفه بقالي سنتين في السوشيال ميديا، مش عارف ان هو ساكن جنبي. لحد اما في يوم من الايام اتكلمنا في السوشيال ميديا، كنا بنلعب لعبه وكده، كنا بنتكلم، فاكتشفت ان هو ساكن في العماره اللي جنبي بالظبط. ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ ننزل نتقابل ونتعرف وكده ونشوف نعمل ايه. هنا ابتدت ان انا اخرج من عالم السوشيال ميديا واخش في الواقع. نزلت اتعرفت عليه وعرفني على اصحابه، ومن ساعتها ابتديت بقى اتغير وابعد عن السوشيال ميديا. تتغير لايه يعني؟ بقيت اتغير، اشوف نفسي، احس ان انا بقيت حابب نفسي، بقيت حابب ان انا اتكلم مع حد، بقى في ناس فاهماني، بقيت عارف اتعامل كبني ادم. وانت في الحاله دي، وانت في حاله الانطوائيه، او ان انت حابس نفسك في السوشيال ميديا، في الفتره دي ما فكرتش انك تكلم حد او تسال حد يكون قريب منك، يديك نصيحه، يساعدك، يحاول ان هو يديك زقه شويه لقدام؟ حاولت وعملت كده وعملت كتير، بس كان في ردود كويسه، بس انا ما كنتش مقتنع بيها او ما كنتش شايفها، مش حاسسها. من خلال كلامي معاك حسيت ان انت تقريبا لجأت المتخصص علشان يديك حتى نصيحة في البداية. هو ما كانش متخصص، هي الفكره ان انا لجأت لاصحابي وابتديت اتكلم اكتر وافهم نفسي اكتر. فكان المتخصص الاساسي هو نفسي، ان انا قعدت مع نفسي وفهمت نفسي عايزه ايه وايه اللي بتحبه، وابتديت احب نفسي اكتر. يعني انا قبليها ما كنتش بحب نفسي، كنت حاسس ان انا لا شيء، كنت حاسس ان انا مش بتكلم عن حد او حاجه زي كده. طيب ولما لقيت نفسك بقى في المزيكا حسيت بايه؟ انا حسيت اوصف ان انا لنا كده حياتك اختلفت في ايه بالظبط؟ حسيت ان انا طاير او حر،
كنت ساعتها تايه وفجأة لقيت نفسي في مكان غريب ومش مرغوب، بس أنا حاسس فيه إن أنا حر، حاسس إن أنا سعيد. انت بتحضر لباند اسمه أسبرين. اسبرين. طيب ايه دورك بالظبط في الباند؟ بعزف إلكتريك وبغني وكلاسيك برضه. واحنا قاعدين بنتناقش كده، انت قلت لي انك الفت حاجه تقريبا. في 3 اوريجينالز عاملينها، فوق تحملي وتايه وبعيد عن قلبي. الأغاني ديت إن شاء الله هتنزل بعد فترة، بعد ما نظبط الباند كله، واحنا الحمد لله لسه في أول الطريق أهو، وشادين حيلنا جامد قوي وعايزين نوصل لحلمنا وإن شاء الله هنوصل. طيب ممكن تسمعنا الحاجه اللي انت الفتها؟ هي تايه كانت أكتر واحدة بحبها جدا. دي كانت بتعبر عنك في الوقت ده. الأغنية ديت أنا كتبتها في يوم كأنه امبارح بالظبط. اها. الأغنية ديت كتبتها كنت مشتت اليوم ده جامد قوي، ومش عارف أرضي مين، أرضي نفسي ولا أرضي أهلي ولا أرضي صحابي. مش لاقي، مش حاسس إن أنا تايه في مكان مش بتاعي. مسكت ورقة وقلم قعدت أكتب، فجت في الأول معايا تايه أنا في الخيال، مش عارف ألاقي مكان ولا قادر أهرب من الخيال. بعد كده قعدت أطلع كل المشاعر اللي جوايا مكتوبة. يعني انت كمان بتالف؟ اه. طيب ده انت متعدد المواهب يا مدثر. طيب وخد منك وقت طويل على بال ما لقيت طريقك او حطيت رجلك على اول الطريق؟ بالنسبة لي أنا مش شايف إن هو وقت طويل، لأن في سن المراهقة أنا بحس إن البني آدم بينضج من سن ال 15 لل 18 في السن ده. بالنسبة لي من وجهة تجربتي الخاصة يعني. وفي ناس بتاخد وقت اطول. في ناس بتاخد وقت أطول وفي ناس بتنضج من 13 سنة عادي. بس انا شايفه ان في ناس بتكمل لحد ال 30 وفوق كده كمان ما بتنضجش. دي حقيقة. طب ايه النضوج بقى من وجهه نظرك؟ من تجربتي الشخصية النضوج إن أنا أحب نفسي وأدور على الحاجة اللي أنا موهوب فيها، الحاجة اللي أنا حاسس إن أنا مستريح فيها، وإن أنا أشيل مسؤولية نفسي وما. بس هي حاجات كتيرة طبعا، بس دوت التوبيك الأهم. لا اكيد في حاجات تانية كتير في النضوج، يعني مش بس دي، يعني في حاجات تانية ينضج عاطفيا مثلا، ومسؤولية برضو. ومسؤولية. انت حسيت انك عايز تتحمل المسؤولية امتى؟ من سن ال 16 لما حسيت ان انا متقل على بابايا جامد قوي، ان انا حاسس ان انا باخد منه كتير، مع اني برضه ما كنتش بطلب منه فلوس، بس حاسس ان انا باخد منه كتير وانا مش عايز احمل عليه مسؤوليتي. انا حاسس ان انا كبرت، فجات لي حته بقى اللي هو انا عايز ابني نفسي، عايز ابني كياني، عايز اشيل مسؤوليه نفسي، مش عايز حد يشيل وجعي. بس مش بدري شوية سن 16؟ هو بدري، بس كان من وجهه نظري ساعتها بسبب الضغوطات والحاجات اللي اتحطيت فيها، فحسيت ان انا لا مش بدري. طب مدثر احكي لي، هل كل اصحابك في نفس سنك بيفكروا بنفس الطريقة دي؟ انا اصلا كل اصحابي مش في نفس سني فعلا؟ لان انا زي ما قلت انا شايف ان النضوج مش لازم يكون من سن كذا لكذا. يعني معلش انا مش عايزة اقطعك، بس الاختلاف اللي هو من سن 13 سنة، انت حتى نظرتك للدنيا كانت مختلفة في سن 13 سنة عن سنك دلوقتي 17 سنة، صح؟ اه دي يعني حقيقة. تقدر توصف لي انت كان ايه الفرق بين السن ده والسن ده لنظرتك للحياة؟ السن دوت انا كنت حاسس ان انا مش لاقي، يعني نظرتي للحياه تحس ان انا من المجتمع مش ماشي صح. عايز تخلي المجتمع كله يمشي من وجهة نظرك من وجهه انت. نظري. بس طبعا اكتشفت ان ده غلط. اكتشفت ان انا لما كبرت بقى وصلت لل 17 سنه اكتشفت ان المجتمع كده كده كل واحد عايش حياته، كل واحد عنده مشاكله. ابتديت تفهم ابتديت اكتر. افهم المجتمع ما ينفعش كلهم يمشوا على وجهه نظري، ما ينفعش طب كلهم انت يمشوا على تفتكر رأيي. يا مدثر، يعني هل ده يعني بسبب ان المجتمع اتغير ولا بسبب ان نظرتك انت للمجتمع اللي انا شايف اتغيرت؟ ان نظرتي انا للمجتمع اتغيرت. يعني فهمت المجتمع اكتر. المجتمع مش هيتغير، المجتمع هيفضل زي ما هو، والمشاكل والحاجات الحلوه اللي فيه والحاجات الوحشه هتفضل زي ما هي، مع على حسب بقى الاجيال اللي جايه. يعني المفروض ان احنا ما نحكمش على اي حد بسبب ان الحكم ده بيجي بناء على وجهة نظرنا احنا. دي حقيقة. يعني نحاول نحسن من نفسنا احنا، ان احنا نبص للحياة بطريقة احسن. انا شايف ان انا عندي مبدأ كده ان انا ما اقللش من مشاكل اي حد، لان طالما هي اسمها مشكله وضايقته ده حقيقي، لان في ناس بتبقى مشاكلها بالنسبه لها كبيره قوي، بالنسبه لك انت ممكن تافهه تبقى يعني. تافهه. كمثل البنات لكن- لو ضفيرها اتكسرت تزعل، ماشي. هي طالما هي زعلت يعني- وبالنسبه لها مشكله فخلاص. انا بتفكرني بواحده بتطلع على التيك توك برضو بتقعد تقول انا في كرب عظيم والباك بتاعتي ما جاتش. ايوه فعلا نفس نفس المنطق. الاتموسفير اللي انت بتتكلم عنه ده. فهو طالما هي اسمها مشكله من ناحيه الشخص دوت ومضايقاه من جوه وحاسه بوجع، فانا حاسس ان هي لا، هي فعلا مشكله بالنسبه له، لازم نقف جنبه. حتى لو ما وقفناش جنبه هو يقف جنب نفسه، بيحاول يحل المشكله دي معاه وبيحاول ينضج اكتر. تقولي ايه بقى للشباب اللي في سنك؟ حب نفسك. انا شايف ان الحب والاعتراف بالذات
هو ده اهم حاجه. انت لما تحب نفسك وتعرف ذاتك هتلاقي حاجات كتير قوي كانت مستخبيه جواك انت مش عارف تطلعها فين. فهتبقى مشتت في الاول، هتطلع كل حاجه وكل المشاعر المكبوته اللي جواك، بعد كده هتلاقي حاجه معينه هي اللي هتوصلك للشخص اللي انت عايزه، في ضوء كده في اخر الطريق المكان اللي انت عايز توصله. في اخر النفق، ايا كان بقى النفق طويل او قصير على حسب هيوصلك. الشخص. نورتنا يا مدثر النهارده واتبسطت جدا بحكايتك. وزي ما قلنا دايما وجهة نظرنا بتختلف للدنيا بناء على السن والمرحلة اللي بنعدي فيها. يعني ممكن تبقى بالنسبة لنا في سن معين مشكلة كبيرة جدا، بعد فترة بعد سنة أو 2 هنلاقي المشكلة دي كانت تافهة، ما كانتش مستاهلة إن احنا نديها الحجم ده كله. بس في كل المراحل المفروض إن احنا بنقف جنب الشخص اللي هو بيمر بالمشكلة بناء على وجهة نظره هو، ونحاول نفهمه، نحاول ناخد وندي معاه، نحاول ان احنا نتفاهم معاه اكتر علشان ما يوصلش ان هو يدخل في طريق مسدود. يعني اطفالنا مثلا دخلوا سمعنا كتير عن القصص بتاعة لعبة الحوت الازرق وازاي وصلت الطفل لان هو انتحر، وسمعنا برضو عن طالب في كلية طب انتحر برضو. ده كان عنده مشكلة وهرب للسوشيال ميديا، وده كان عنده مشكلة وهرب بالانتحار، لكن لو كان لقى اللي ويقف جنبه ما كانش وصل للمرحلة دي. سعيدة جدا بوجودنا معاكم النهاردة، وسعيدة بيك يا مدثر، شكرا ليك، واشوفكم في حلقة تانية.